لو انت عايز تنضبط في الحاجة اللي انت بدأت فيها، بسطها وخليها سهلة وحدد لها وقت. يعني انت مثلا بدأت تمارس الرياضة وبدأت تهتم بنفسك في حتة بناء جسمك، فكل يوم حدد لنفسك تلت ساعة ونص ساعة بالكتير في وقت محدد في اليوم انت هتمارس فيه الرياضة. الوقت ده ما ينفعش تتخطاه، يعني ما ينفعش تيجي النهاردة تقول انا مكسل فمش هينفع اتمرن النهاردة. لازم تعمل الحاجة وتتمرن حتى لو مالكش نفس. كمان في اللغة، لو انت هتبدأ تتعلم لغة جديدة، كفاية انك انت تتعلم كل يوم 5 جمل حلوين خالص. تحدد لهم وقت بقى، بعد الظهر، بعد العصر، بالليل، بس المهم ان الوقت ده انت ما تتعداهوش نهائي. والافضل انك انت تحدد لنفسك يوم راحة او يومين، خصوصا لو انت بتتدرب، دي بتبقى حاجة حلوة. بس المهم انك انت ترجع تاني وتنضبط على الحاجات اللي انت بدأت فيها. والانضباط انك انت بتنضبط على التوقيت اللي انت حددت فيه الحاجة. تنضبط على التوقيت اللي انت حددت فيه الحاجة اللي انت قررت انك انت تعملها فيه بس. والانضباط برضو ان لو جه الوقت ده اللي انت المفروض تعمل فيه الحاجة، بس انت نفسيتك مش حلوة، مش قادر تعملها، لازم تعملها عشان خاطر انت منضبط. فلازم تعملها حتى لو بدل ما كنت هتقول ال5 جمل هتبص على جملة او جملتين. المهم انك انت تعمل الحاجة. بدل ما كنت هتتمرن نص ساعة اتمرن حتى ربع ساعة. المهم انك انت هتعمل الحاجة زي ما انضبطت عليها، وزي ما وعدت نفسك انك انت هتنضبط على المواعيد دي اللي هتعمل فيها الحاجات اللي انت قررت انك انت تبدأ فيها وتعملها. بس كمان عايز اقول لكم على حاجة، انك انت من مسافة ما بتبدأ في الحاجة لو كانت نفسيتك مش حلوة ومش قادر تبدأ فيها، ومن مسافة ما تبدأ فيها يعني هتلاقي نفسك خلاص رحت معاها بقى وبدأت ونفسيتك بقت حلوة وبدأت ترجع تنضبط تاني في الحاجة. فالمهم يعني في اليوم اللي انت بتبقى مش قادر تعمل فيه الحاجة، ابدأ بس، وانت هتشوف بعدين انك انت خلاص يعني نفسيتك اتفتحت على الحاجة دي. لكن الانضباط حاجة حلوة، انك انت تنضبط على الحاجة. يعني مثلا انا امبارح كنت مكسل اعمل تمرينة، كان في تمرينة امبارح اعملها فانا كنت مكسل عليها، فبدأت فيها من غير تفكير. انا قلت خلاص انا واعد نفسي ان انا هبقى منضبط على التمرين، فبدأت فيها على طول. جيت النهارده والله قلت الحمد لله ان انا اتمرنتها، واتبسطت من نفسي كمان ان انا اتمرنت التمرينه بتاعت امبارح بدل ما كنت اتكسلت وما عملتهاش. بس كمان في اللغه، انت لو جه مثلا الوقت المحدد اللي انت هتمارس فيه اللغه دي الساعه 4 العصر مثلا، انا كل يوم الساعه 4 العصر مثلا محدد لنفسي ان انا هقول ال5 جمل دول. لو جه بقى عليك الوقت ده وانت مالكش نفس، ممكن تشغل بودكاست انجليزي وتسيبه جنبك شغال، انت اهو سامع بتسمع بس تركز برضو مع الكلمات. يعني اديك اهو بتسمع واديك اهو ما ضيعتش اليوم ده. بس انا الفيديو ده من ضمن الفيديوهات محضر له سكريبت ولا حاجه وعن تجارب شخصيه. الانضباط بيعلمك حاجات كتير خالص، الانضباط حاجه حلوه خالص. الانضباط انك انت بتحط لنفسك جدول. الفجر بتصلي الفجر، بتصحى الصبح، بتاخد دش، بتنزل بتشم شويه هوا في الطبيعه، بعد كده بتبدا تعمل فيديو. الانضباط حاجه حلوه. فحاول تخلي حياتك كلها انضباط وما تتكسلش على الحاجات اللي انت وعدت نفسك انك انت هتنضبط عليها. بس الافضل من انك انت تتخطى يوم من الايام، تحدد لنفسك يوم او يومين راحة، فدول بيبقى حلوين. ممكن مثلا يوم في نص الاسبوع، يوم في اخر الاسبوع، حاجة حلوة. بعد كده بيبقى معاك 5 ايام في الاسبوع تبقى منضبط فيهم وما تتخطاش وما تتعداش اي يوم منهم. بس كده خلص الفيديو بتاعنا، وما تنسوش تكتبوا الاراء بتاعتكم في الكومنتات. سلام.